السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم شمعدان من علب الكنز في منتهى الجمال. اول حاجة معايا علبة كنز وسبراي والمسدس بتاع الشمع وثلاث غطيان مقاسات من اكبر لاصغر لاصغر. بحط الغطا الصغير على الغطا الكبير بالشكل ده. هشيل بس كده الحاجات دي عشان اوسع لنفسي. وبعد كده الغطا الصغير بحط عليه شمع. بحط كده عليه كمية شمع كتير عشان يمسك كويس قوي في الغطا اللي تحت. وبعد كده بحطه على الغطا الاصفر ده بالشكل ده كده. وكده الغطيين بعد ما لزقتهم في بعض، بعد كده هجيب علبة الكنز واجيب الغطا التاني ده. هحط كده علبة الكنز على الغطا بالشكل ده كده. احط الاول عليها شمع. بحط برضو عليها كمية شمع كتير عشان تمسك كويس في الغطا وما ترجعش تفك تاني. والزقها كده على الغطا في النص كده بالظبط، وادوس عليها كده عشان تمسك كويس. وبحط برضو عليها كده من بره هنا شمع عشان اتاكد ان هي بقت ماسكه كويس قوي. وبعد كده بعدلها واحط كده من تحت هنا شمع. هلزقها كده على القاعده دي اللي انا عملتها من الغطيين دول، وبدوس عليها كده عشان الشمع يمسك. بتكون بالشكل ده كده. بعد كده هجيب السبراي وابتدي ان انا ارشها كلها سبراي. طبعا انا مش هرشها هنا، هرشها في البلكونه. وده كده شكل الشمعدان بعد ما رشيته سبراي ونشف. ده شكله. بعد كده انا مجهزه لولي ومجهزه شريط الاستراس ده عشان ازين بيه الشمعدان والمسدس بتاع الشمع. تحت كده خالص على اول غطا انا عملته هبتدي ان انا احط عليه اللولي. بلزقه بالشمع، ولو عايزين لزق اقوى من كده ممكن تستخدموا لزق اسمه سوبر جلو. انبوبه صغيره بتتباع ب3.5 عند الموين اللي هو بتاع البويات. بحط عليه اللولي كده بالطريقه دي. بعد كده هكمله كله. وده كده شكله بعد ما كملته. وكده شكله. هحط برضو لولي تاني من هنا. بحط شمع وبحط لولي بالشكل ده كده. وبعد كده انا هكمله كله. وبعد ما اكمله هبقى اوريلكم شكل الشمعدان شكله ايه. وده كده بقى شكله. بعد كده جبت شريط الاستراس ده. هحطه هنا كده من فوق. بحط الاول كده شوية شمع واثبته كده الاول. ادوس عليه دوسة بسيطة كده عشان يثبت. وبعد كده بحط شمع على الغطا والفه كده على الغطا بالظبط. بحط الشمع كده بالطريقة دي وبلف كده عليها شريط الاستراس. وبعد كده احط شمع تاني واكمله كده كله بالشكل ده. وكده بعد ما لفيت شريط الاستراس كله كده عليه من فوق، ولو في اي زيادة ولا حاجة بقصها. وبعد كده جبت السلسلة دي. هبتدي ان انا احطها كده على الشريط كده من فوق على الشريط اللي هو الاستراس. هحط شوية شمع. وبعد كده بثبت اولها. وهعملها كده زي شكل فستمات. واحط شوية شمع وبثبتها كده.
واعمل التانية برضو كده نفس الاولانية، بس براعي ان المسافة اللي هي الاولانية دي تكون قد المسافة التانية في كل واحدة عشان يبقى كله قد بعضه. بحط كده شوية شمع وبرضو بثبتها كده. وهعمل التالتة كده برضو بنفس الطريقة. وبعد كده هكملها. وبعد كده جبت نص حباية لولي، بحطها كده على نفس المكان اللي انا كنت حاطه عليه الشمع، وبعد كده بلزقها. وبحط برضو هنا كده شوية شمع، وبلزق كده نص حباية لولي. وبعد كده انا هكملها. وده كده شكل الشمعدان بعد ما عملته، اتمنى ان هو يعجبكم. وده كده شكله النهائي بعد ما خلصتهم. انا كنت عامله الذهبي ده والسيلفر ده اللي عملته معاكم. اتمنى ان هو يعجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو بتدوسوا على اللايك وتشتركوا في القناه وبتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.